الواحد يعني حزين اللي بيحصل ده بين الجماهير وبين بعضيها، لان زي ما قلت لو يعني هي الرياضه دايما هي اللي احنا اتعلمناه واللي احنا اتعودنا عليه، إنها دايما اخلاق. ده اللي احنا محتاجينه، انه يكون بيننا وبين بعضينا. زي ما قلت ان كل واحد يشجع فرقته ويساند فرقته. انما لو الموضوع هيوصل كده ان احنا بنزعل طبعا، ان احنا نسمع ان حد اتصاب، ان حد حصل له حاجه، ان احنا كمان كلعيبه يعني حصلت للجماهير نفسها ان اي حد اتصاب، ان اي حد اتحبس، اي حد اتمسك، يعني حاجات يعني بعيده خالص عن الرياضه. فاكيد طبعا هننسى اللي حصل طبعا في بورسعيد، ونركز ان شاء الله باذن الله في اللي جاي. ونتمنى ان شاء الله باذن الله، يعني اتمنى من الناس اللي بتسمعنا سواء مشجعين وكده ان يعني ياخدوا بالهم ان ده يعني مش في مصلحه البلد كلها. يعني ان احنا كلنا جماهير مصر، سواء جماهير نادي اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري. يعني احنا كلنا جمهور واحد، احنا كلنا بلد واحده. فناخد بالنا يعني، لان التعصب ده شيء صعب جدا جدا ويأثر علينا بشكل كبير. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون في التزام من الجميع، والفتره الجايه تبقى كلها التزام باذن الله ان شاء الله. مباراه الجونه زي كل المباريات، يعني اعتقد ان دلوقتي خلاص، يعني اعتقد ان كل المباريات دلوقتي احنا بننافس على البطوله، فيجب ان احنا نكسب كل المباريات اللي جايه. ده الهدف بالنسبه لنا. بنحترم كل الفرق، فرقه الجونه من الفرق الكويسه، لازم نديلها احترامها في الملعب. وفي نفس الوقت هدفنا طبعا ان احنا نحصل على الثلاث نقاط. ده المهم بالنسبه لنا عشان نقدر نكمل ونقدر ننافس. وده اعتقد ان هدف المجموعه كلها، سواء جهاز فني، سواء لاعبين، سواء جماهير. ان شاء الله باذن الله ان احنا نحقق نتيجه طيبه في المباراه دي، عشان يعني نقول ان احنا مكملين ومكملين بشكل قوي في المنافسه ان شاء الله.